انا جاي اقرص على الجاز. انا بقول كلمتين قبل ما نشتغل. يلا يا رجاله جاهز. على طريقة محمد عامل النظافة مشي محمود حديدة بالظبط. شاف الهنا اللي بقى فيه من بعد ما ركب الترند كل يوم والتاني، وقال لك بس هو ده مستقبلي، الترند هيخلي الزهر يلعب معايا، وده اللي ماشي اليومين دول. حديدة دخل للجمهور بطريقة غير مباشرة، ويمكن ما كانش في دماغه خالص يبقى ترند ولا يكتسح السوشيال ميديا بالطريقة الغريبة دي. حديدة بقى أشهر من النار على العلم، وصيته وصل لدبي، والقنوات الفضائية بقت بتتخانق عليه، وفي يوم وليلة بقى ممثل ومغني. شوفوا ازاي أصغر عريس في مصر بجوازته المغصوبة عليها اكتسح السوشيال ميديا تاني الساعات اللي فاتت. لكن السبب مفاجأة. ايه موضوع تمثيله والأغاني اللي هيعملها دي؟ بيقولوا كمان انه اتطرد من محل مشويات مشهور، وكأنه مسلسل عامل النظافة بيتعاد بحذافيره. لا الأغرب بقى الدويتو اللي هيجمع بينهم، وزي ما تقولوا كده ما جمع إلا ما وفق. حديدة أول ما ظهر بفيديو قلب السوشيال ميديا، وكان يوم فرحه، والناس اتصدمت ازاي عيال لسه وشكلهم مش طبيعي اهاليهم يجوزوهم بالطريقه دي، ومحدش كان يعرف مصيرهم ايه، ولا حديدة حياته هتتقلب في غمضه عين كده ازاي. وبعد ما الناس كانت متعاطفه معاه هو ومراته دنيا وصعبانين عليهم، دخل في خناقه التريقه والاستهزاء، والجمهور بقى مش عاوز يعرف عنه حاجه. وده اللي شفناه بالظبط مع محمد عامل النظافه الفتره الاخيره. حديدة بدأ الترند بجوازه، وقال لدنيا هنتجوز ونبدأ حياتنا سوا. وبعد قصة الحب اللي بينهم اللي كان شاهد عليها بتاعة المخلل في السوق، طاقة القدر اتفتحت له، وبقى محدش عارف يكلمه خلاص. حديدة قرر يدخل عالم الفن والتمثيل، وأحمد السقا مش أحلى منه، ولا عز بيمثل أحسن منه. كمان قدوته محمد رمضان، وبيقول إن هو بيحبه وبيحب كل أعماله. من يوم ما حديدة ظهر مع ريهام سعيد هو ومراته دنيا، وحديدة بقى مادة استغلال من كل اللي حواليه. والغريبة إن حديدة مبسوط طالما شهرة وفلوس بيلعب بيها لعب، وده رزقه هيقول له لأ؟ واحد ابن حلال خد بإيد حديدة وقال له زي ما عامل النظافة أب على وش الدنيا، سيب لنفسك وأنا هنجمك. حديدة قال له طلباتك أوامر. بدأها معاه بصفحة على السوشيال ميديا وفيديوهات ليه هو ومراته، وكل ما المشاهدات تزيد الفلوس هتزيد، وحديدة ودنيا يتمرمغوا في العز. والموضوع مشي معاه، ورقص حديدة ودنيا في الفيديوهات عمل شغل عالي. على طول المرحلة اللي بعد كده بالظبط، الله ينور عليكم، جات له الفرصة ان هو يعمل مهرجانات. السؤال هنا هيعمل المهرجان لوحده ولا حد هيشاركه فيه؟ هو ده الكلام. حديدة مش هيلاقي احسن من محمد عامل النظافة علشان ينجحوا سوا، وفعلا عملوا الاغنية وبقت شركات الانتاج والتوزيع عليهم زي الرز. والسبب غريب ان الاغنية نجحت وصوتها بقى مسمع. تخيل هنيدي قالها جايلك يا دبي في فيلم عندليب الدقي، حديدة قالها جايلك يا دبي في فيلم وعندليب زمانه اللي عايشه الايام دي، وصوته مقوي قلبه قوي. وقرر يعمل حفله في دبي، وهو هيغني ودنيا هترقص، ويبقى تعاون مشترك وزيتهم في دقيقهم. خدوا دي بقى، حديدة قرر يدخل بقلب جامد عالم الفن، واتفق مع منتج مشهور هيعمل له فيلم على العيد الصغير من بطولته هو ودنيا، وعلى قد فلوسه هيكون انتاج الفيلم ولا ايه؟ ولان حديدة بقى صاحب محتوى، اغلب الناس بقت تدور على اللي يجيب له فلوس، مش مهم مين ولا بيعمل ايه. حديدة بقى بيعمل ريفيوهات لمحلات مشهوره، واخرها محل مشويات مشهور اللي اتطرد منه بنفس طريقه عامل النظافه. الفرق بس ان حديدة كان اتعرف بين الناس وبيطلب بالاسم، لكن عامل النظافه كان لسه على الله حكايته خالص. حديدة قال لهم اللي اوله شرط اخره ايه؟ نور. طبعا يا حديدة انا عايز 100. طبعا مسؤول المطعم اتبسط قوي، قال له بس كده ووجبه كمان من عندي وبألف هنا. مدير اعمال حديدة، ايوه زي ما سمعت، حديدة بقاله مدير اعمال. قال انت فهمت غلط، حديدة ما بيشتغلش بأقل من 100,000 جنيه. طبعا رد فعل صاحب المطعم انتوا متخيلينه؟ قال له امشي يلا من هنا يلا، ما شوفش وشك تاني هنا. 100,000 ايه اللي عايزهم؟ ده انا محتكمش عليهم في رصيدي.